أهلا بيكم في سلسلة جديدة من دمك خفيف اسمها نحلل قبل رمضان ليه؟ خليني أبدأ بموقف كلنا شفناه. أول يوم رمضان قبل المغرب، واحدة فجأة تقولك مش قادرة أقف، دايخة، قلبي بيدق جامد. والجملة الجاهزة بقى، أصل الصيام متعب، أكيد عشان ما كلتش. وتفطر وتعدي. تاني يوم نفس القصة. تالت يوم. طيب، السؤال المنطقي، هو ده طبيعي؟ ولا الصيام هو السبب فعلا؟ ولا في حاجة مستخبية؟ مش كل دوخة في رمضان سببها الصيام. أحياناً الصيام كشف مشكلة كانت موجودة أصلاً، زي أنيميا، سكر مش متظبط، نقص حديد، ضغط واطي. الجسم قبل رمضان كان ماشي، أول ما النظام اتغير المشكلة ظهرت. نفس الست دي طلع عندها هيموجلوبين 9، حديد واطي يعني أنيميا واضحة. هي كانت بتصوم بس جسمها مش جاهز. وهنا يجي السؤال الصح، ليه ما نحللش قبل رمضان؟ عشان نعرف هل الدم كويس؟ السكر مظبوط؟ الجسم مستعد يصوم 12 ساعة ولا لأ؟ لو كانت حللت قبل رمضان كنا ظبطنا الحديد، دخلت رمضان مرتاحة، ولا دوخة ولا تفطر غصب عنها. طيب نحلل إيه بقى؟ استنونا في الحلقات الجاية، هنتكلم واحدة واحدة عن السكر، صورة الدم، الحديد، الدهون، الكبد، الكلى، وكل تحليل ليه مهم قبل رمضان. والأهم إننا في رمضان نفسه هنقول نحلل إمتى، قبل الفطار ولا بعده، نكسر صيام ولا لأ. افتكروا دايماً، مش كل تعب في رمضان سببه الصيام. وأحيانا التحليل قبل رمضان هو اللي بيخلي صيامك آمن. استنونا في الحلقة الجاية. سلام.